كما هو معلوم، راسلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الكونفدرالية الإفريقية للعباداتها بخصوص احترام بنود دفتر التحملات لاستضافة البطولات الإفريقية، خاصة فيما يخص تسهيل ظروف المنتخبات المشاركة وإعطاء ترخيص للطائرة المغربية بالنزول في مطار قسنطينة. هدف الجامعة الملكية المغربية من هذا الطلب هو توفير جميع الظروف للفريق الوطني والطاقم المرافق لتمثيل المغرب على أحسن وجه، وهذا ما عهدناه على الجامعة خاصة بعد قدوم الرجل الوطني فوزي القجع. لكن الأمر المفاجئ هو كيف تعامل الطرف الآخر، حيث أن الصحافة الجزائرية لم تتردد في شن هجوم على فوزي القجع ووصفه بالممثل البارع، وأنه يمارس هوايته في التطاول على الجزائر كما وصفته ببيدق النظام المغربي، وعلى أنه يسعى من خلال طلب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التشويش على منافسات الشان والضغط على الجزائر لتجسيد مطالبه أو الانسحاب من البطولة. هل الأمر كان يستحق كل هذا الرد من الصحافة الجزائرية والمستوى الذي تطرقت من خلاله للموضوع؟ من على حق؟ هل الجامعة الملكية المغربية برئاسة فوزي القجع الذي يقوم بعمله بتوفير جميع الظروف للفريق الوطني، أم الجزائر التي تخلط بين الرياضة والسياسة؟ فالمغاربة لم يطلبوا فتح المجال الجوي بل ترخيص لنزول طائرة المنتخب المملوكة للخطوط الملكية المغربية الراعي الرسمي للمنتخبات الوطنية. لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك والاشتراك مع تفعيل الجرس لتكونوا أول من يتوصل بالخبر. شكرا على المتابعة.